ابنك مش بيبدأ يوم ما يتولد، ابنك بيبدأ من أول ما تعرفي إنك حامل. والمرحلة من الحمل لحد سنتين هي أخطر مرحلة في حياة الطفل، وفيها بتتكون صحته وأمانه وشخصيته. خليني أقولك 20 نصيحة مهمة. أولاً، مرحلة الحمل. اهتمي بصحتك النفسية قبل الجسدية، وكلي أكل صحي ومتوازن، وابعدي عن العصبية والتوتر، واتكلمي مع الجنين لأن صوتك أمان ليه، ونامي كويس وخدي بالك من نفسك. ثانياً، من الولادة ل6 شهور، الرضاعة الطبيعية أمان قبل ما تكون أكل، والحضن مش تدليل، ده احتياج. وكلمي طفلك طول الوقت، وبلاش صراخ أو صوت عالي حواليه، وما ينفعش أي دواء من غير طبيب حتى لو بسيط. ثالثاً، من 6 شهور لسنة، مع بداية الزحف أمني المكان كويس، وغطي أماكن الكهرباء، وشيلي أي حاجة صغيرة ممكن يبلعها، وسيبيه يستكشف بس تحت عينك، وبلاش شاشة قبل سنتين. رابعاً، من سنة لسنتين، كرري التعليم بهدوء وصبر، لأن الطفل بيتعلم بالتكرار. وحطي حدود واضحة وثابتة، وامدحي السلوك الحلو فوراً. واللعب مع الطفل جزء أساسي من التربية، وافتكري دايماً إن الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه مش من اللي بيتقاله. الطفل مش محتاج أم مثالية، محتاج أم واعية. قراراتك الصغيرة كل يوم هي اللي بتصنع أمانه وثقته، من أول حضن لأول زحف لأول خطوة. خلي بالك، لأن ابنك مسؤوليتك في كل مرحلة.